عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ يعني فصصت شوية توم. انا ما خزنتش زي ما قلت لكم توم اخضر وبفرمه، ما خزنتش الصراحة السنة دي. فكنت جايبة حبة توم كده، يعني اللي وريته لكم في فيديو المشتريات، فقلت لازم استغلهم. فقشرت يعني كمية حلوة كده اهو من التوم، تملى بطرمان. قشرتهم وحطيتش، انا ما عملتش حاجه غير اني انا حطيتهم في الكبه وفرمتهم مع ملح ابيض، معلقه ملح ابيض فقط لا غير، من غير توابل ولا من غير زيت ولا من غير اي حاجه. ده التوم العادي بتاعنا اللي هو زي ده، اللي هو زي كده يا حبايبي. هو ده التوم اللي هو بيتخزن، بيقعد من موسم التوم من السنه للسنه تقريبا. هو ده بقشره، ويعني اللي مش مخزناهم حاطه في بلكونه مثلا او في شباك او حاجه، يعني زي حكايتي كده، بجيب الكيلو تفصصه في وقتها وتفرمه وتشيله مفروم، لان مع الوقت ده بيفضى وبيبوظ. يعني ما تستخدموش منه على حسب احتياجك، لا فصصيه كله وعينيه، فرميه وعينيه في الفريزر، بيقعد والله وتفضل نكهته محتفظه بيها. انا هنا خدت التوم اللي انا فصصته كله وفرمته في الكبه زي ما قلت لكم بمعلقه ملح واحده، ملح ابيض. وجايبه هنا علبه، دي علبه للامانه، علبه حلاوه طحينيه، غسلها ومنضفاها ومعقماها كويس. هفرغ بقى التوم من الكبه واحطه في العلبه واغطيه بغطاها واعينه في الفريزر، وكل ما اعوز اطلع منه بالمعلقه، بيبقى حلو كده وموفر، ويعني بيقعد معاكي فتره. هنا شكله بعد ما فرغته في الكبه ملالي يعني حبه حلوين كده في العلبه دي. هغطيها بغطاها واشيلها اعينها في الفريزر. بصوا بتقعد معايا فتره، يعني دي تقعد معايا يمكن اكتر من 10 طبخات او اكتر كمان، يعني بتقعد فتره طويله جدا معايا وموفره وحلوه خالص كده. وقت ما تعوزيه تلاقيه جاهز في الفريزر، ما بيجرالهوش حاجه. وبرده لو شلتيه في التلاجة من تحت ما بيجرالهوش حاجه. بعينه كده وبشيله في الفريزر. دي كان فكرتي في تخزين التوم العادي. والنصيحه اني ما تسيبيش التوم لو بالذات مش في العروش بتاعته، يعني توم زي كده من غير العروش بتاعته ما تسيبيهاش فتره لان بتفضى. حاولي تقشريها وتعينيها على طول وتفرميها وتعينيها في الفريزر، هتبقى اوفر لك في الوقت، وفي نفس الوقت يعني تضمنيه ما يفضاش. ويا حبايبي دي فكرتي في تخزين التوم اللي هو الناشف. ومتنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.